السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ احنا النهاردة جايين نعمل الجبنة بمش. انا جايبة 3 كيلو جبنة، عندي مش اهوت، والجبنة دي حطيت عليها شطة سبتها اسبوع تنشف، وده دونكار، وده شطة وبابريكا وفلفل احمر ولبن. ده اسبوع الجبنة تنشف، معادش فيها مية خالص، وجمدت اهي في المصفى. حطيت عليها شطة وملح فجمدت وبقت جميلة، واحطها كده في البرطمان. لو انتي بقى ما عندكيش البلاص بتاع ام احمد حطي المش في البرطمان بطريقة مطبخي، هو سر بهجتي. كده بقى انا هحط الجبنة في البرطمان. ماشي، البرطمان بيدي نتيجة جميلة برضك زي نتيجة البلاص المش. يعني يا ام احمد انا ما عنديش بلاص، بلاش اعمل جبنة بمش، لا هعمل. حطيت الجبنة، حطيت الفلفل الحامي اهوت، بحطهم طبقات فوق بعض. تمام كده اهي. الجبنه ناشفه وجميله، اوعي تحطي الجبنه طريه. الجبنه طريه لو انت حطيتيها طريه هتتهرى منك وهتتبهدل في المش، مش هتطلع جبنه اصلا، ده هيطلع مش بجبنه مفتفته. فانت لازم تنشفيها حلو قوي زي ما انا عملت كده، وتقومي ايه حطاها ايه في البرطمان. اه فعلا انا جايبه 3 كيلو ما شاء الله، هو عايز كمان. دي بقى خميره المش اللي كانت عندي قديمه، انا بكبها عليها اهوت. ريحتها بقى جامدة ولونها جامد وفظيعة بجد، يعني ريحتها جميلة جميلة جميلة. م. انا حطيتها وحطيت عليها حبة لبن طبعا في الارضية، لان هو كده المش هيغطى الجبنة، مش محتاجة تاني. وحطيت عليها كركم وبابريكا وشطة حامية، شطة مطحونة، مع القرون الشطة، وحبة ملح صغيرين عشان حبة اللبن اللي انا ايه حطيته. بقلبهم حلو قوي علشان ايه؟ اللبن دوت يتحدى. الكركم بيدي لون جميل قوي 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 للمش، بيخليه كده مزهزه واصفر وجميل. الخطوه بقى اللي انت حبيبتي انت ما تعرفهاش، الدنكار ده بيخلي بقى ايه. انا كده بكمل المش، الفلفل الاحمر بتاعي. الفلفل الاحمر ده هيخلي المش عندي مشطشط. بس انا بحبه مشطشط جميل، بحبه انا كده. الفلفل ده بيجي من عند العطار ناشف كده، ما تجيبيش طري. تمام، حلو قوي كده. انا بقى الدمكر بحطه في حته شاشه، باخد منه حبه اهوت وبحطه في شاشه وبربطها، علشان شويه كده اما اجي افتح على الجبنه انا همسك الشاشه دي وارميها. انا مش عايزاه يدوب في المش، انا مش عايزه الماده دي تدوب في المش، لا انا اصلا هاخدها وارميها بعد كده. بس ديت بتمنع ان هو يدود او ان هو يسوس او اي حاجه. ده الماده دي اسمها دونكار، بتيجي من عند العطار. حطيها كده على المش وتسيبيها تغطسيها حلوة قوي كده، وتسيبي بقى الجبنة بتاعتك، الجبنة الممش دي احلى جبنة بقى، احلى جبنة من مطبخ ام حسام. يا رب يا رب كده. ال البرطمان ده بقى طبعا بتعينيه في حتة بعيدة عن الايدين، بعيد ان هو يتخبط. بتعينيه في حتة امنة كده لغاية ما ياخد وقته. هيعجبك جبنته، الجبنة بتاعته جميلة، يعني بتبقى مقربة اللي بتاعت بلاص المش. لو عجبك الفيديو بتاعي اعملي لايك وسبسكرايب، ومتنسونيش بكومنت حلو.